أن الأنشطة بيع الخمور كان عمر بن الخطاب يأخذ العشر على تجارة الخمور في الكوفة والبصرة. وكان يأخذ العشر على تجارة الخنزير. ويعتبرها مصدرا من مصدر بيت المال، كأننا نتحدث عن دولة معاصرة الآن. صحيح. ترتب مصادر الدخول، مصادر الدخول لتسيير الدولة وتجييش الجيش ودفع الرواتب. إذن رغم أننا نتحدث هنا عن أخذ ضرائب على المحرمات اللي هي الخمر والخنزير، لا ومنعها بالجملة يعني على الطريقة الداعشية. يعني أول ما بيروحوا قرى بيلغوا صناعة الخمر حتى لغير المسلمين. هنا عمر قبل بوجود الصناعة وأخذ كمان وكان هناك نقاش كبير بينه وبين بلال، لأن بلال ثار عليه وقال له لا يجوز أن نأخذ الضرائب أو الخراج على الخمر والخنزير. لكن عمر غير، لأن عمر كان يأخذ عين الخمر والخنزير ويعيد بيعها، يعيد المسلمون بيعها. ثم تغير قراره أنه يدع غير المسلمين أن يبيعوا ذلك فيأخذها نقدا دون أن يأخذها عينا كما كان يفعل. بقي الخمر وبقيت تجارة الخمور والخنزير بقيت جزءا لا يتجزأ